يا راجل ميداليه مش عارفين ناخدها، يعني مركز ثالث مش عارفين ناخده. نيجيريا دي اللي انت لعبتها قبل البطوله ما تسافر وكسبتها، ورايحين بقى ايه كلنا طايرين على المغرب وفرحانين بالمنتخب، واتاري منتخب نيجيريا بيلعبنا بالناس اللي ما بتلعبش عشان بيجهز نفسه لبطوله افريقيا. اللي انت كسبت نيجيريا قبل ما تسافر، عملت ياما هنا ياما هناك كأنك كسبت البرازيل. وبعد كده رحنا هناك الناس كلها ضحكت علينا، رحنا كاس العرب الناس كلها ضحكت علينا. طب انتوا كنتوا محضرين ايه للناس اللي قاعده؟ انتوا يعني الناس اللي بتخطط لمنتخب مصر كنتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ميداليه مش عارفين نجيبها. ده احنا لو بنلعب في البلاي ستيشن مع 5 تنفار 6 تنفار زمايلنا وبتلعب دوره، هتبقى يعني عندك حافز كبير قوي ان انت تاخد الدوره، لا اما تطلع تاني لا اما تطلع تالت. لكن احنا مش عارفين نعمل اي حاجه. عارف ليه؟ عشان الظلم. واحد زي مصطفى شوبير ده ما ينفعش يقعد من اول البطوله. في لعيبه في منتخب مصر بتلعب باساميها لحد دلوقتي. واللي ضيع لك بقى مين؟ اكبر 2 محترفين في الدوري الانجليزي، محمد صلاح وعمر مرموش. طب انت لما دول ضيعوا، انت مستني من الباقي ايه؟ يعني مستني الباقي هو اللي يجيب؟ مش عارفين والله نقول ايه. مش عارفين نقول ايه غير اللي احنا اصلا ماشيين كده سمك لبن تمر هندي. ما بنخططش لحاجه، وكل بطوله بتيجي بنجهز لها قبلها باسبوع وقبلها بشهر، ومحدش عامل خريطه لاي حاجه، وكلنا ماشيين كده كلنا ورا بعضنا، كلنا بنسقف وكلنا بنطبل. يلا بينا الاهلي خسر، يلا بينا الزمالك خسر، وكلنا بنتريق على بعض وخلاص. لكن تعمل حاجه صح وتخطط في الكوره لا. واحسن حاجه بقى تطلع تقول لك احنا عندنا شباب قد كده في الشارع مش عارفين نطلع واحد زي محمد صلاح. يا راجل ده مصر كلها مش عارفين نطلع منها باك شمال. مصر كلها لحد دلوقتي مش عارفين نطلع منها باك شمال يلعب منتخب مصر. اللي احنا فيه ده حرام.